الحلقة ديالنا اليوم، الحلقة ديالنا حلقتان. حلقة ديال واحد الجريمة تعرضت عليا وخديت المسطرة المتعلقة بها وقريتها وقريت المحاضر ديالها وسولت ادروات غوش عرفتها كلها وغنقولها لكم. وحلقة أخرى عشتها وبغيت نفضل نقول لكم هذه اللي عشتها، أنا عشتها، لأن الجريمة المتعلقة بالأولى والثانية جريمتان متقاربتان. ردوا بالكم معايا وتصنتوا ليا وشوفوا هاد الجريمات بجوج، والله يعطيكم الصحة. أنا ماشي تنقول لكم ديروا لي كومونتير بس زعما هادي كومونتير غيطلعوني وكذا كذا، ديروا الكومونتير. لقيت بزاف الهضرة ديالكم في الكومونتير مهمة، وحق الله العظيم تنشكر بعض الناس يكتبوا هادي كومونتير وتلقاهم مهم من ديك الكومونتير، تينفعوني في العمل ديالي وتينبهوني وتيفيقوني وتيقعدوني وتردوني الطريق إلى شوية خرجت هاك ولاك. ديروا لي كومونتير. المهم كنت خدام وكنت ديك الساعة فروق التجول السيمي راكم تتعرفوه، اللي كان قديم، دابا راه باقيين بعض الإخوان فيه، ولكن فروق التدخل المتجولة ولا بلاصتها شرطة القرب وكذا، ولات وقعت تغييرات. كانت فروق التدخل المتجولة معروفة، كانت الأولى والثانية والثالثة، كل وحدة مسمية بالرقم ديالها، سيمي 1 سيمي 2 سيمي 3 سيمي 4 سيمي 6 سيمي 10 حتى سيمي 10 بيس. أي كانوا 10 فروق في المغرب ديال فروق التدخل المتجولة. وهذوك الناس ديال فروق التدخل المتجولة اللي هما مساكن الآن ديال الريتريتي واللي هما مساكن عند الله سبحانه وتعالى، راهم توفاو، عطاو المغرب ووقفوا الأمن في المغرب. وكانوا منهم ناس كبار في الدولة اللي خدموا المديرية العامة، الإدارة العامة للأمن الوطني في كل وقت، والمديرية العامة للأمن الوطني، واللي خدموا وزارة الداخلية، أو أي اللي حطوا الركائز ديال الأمن في البلاد. كنت خدام وكنت ديك الساعة مع واحد الفرقة، حنا شي 25 واحد كانوا عزلونا، وكانوا بغاو يصاوبوا واحد لابريغاد انتي كوموندو، فرقة ضد العصابات، وكانوا دارونا المهمة ديالنا الوحيدة هي الرياضة. كنا تنديرو غير الجيدو في لاسيمي 1، اللي تعرف لاسيمي 1 في الرباط، اللي كان معنا السي الشرتي، اللي دابا ما قلت السي الشرتي تعرفوا بزاف الرباطيين، تعرفوا الناس ديال اللي كانوا تيديروا الجيدو، لا بوليس ولا غير بوليس، تعرفوا الجامعة الوطنية للجيدو، تعرفوا السي الشرتي الله يرحمه راه توفى، كان واحد الراجل كبير وعلى يدو خرجوا بزاف ديال لي جيدوكا في المغرب، طلعوا بزاف ديال الناس ديال الجيدو، وكنا هو اللي مكلف بينا تنديروا الجيدو وتنديروا لي زار مارسيو، تنديروا دوك، كنا تيعلمنا فنون القتال. هذه هي المهمة ديالنا لمدة عامين كنا تما، ومن بعد كملنا عامين تلقونا في المغرب، كل واحد مشى للمدينة. كنت انا مشيت ديك الساعة لتطوان باش يعلم الجيدو، يدرب الجيدو للبوليس الاخرين اللي بدوك المدن، شي مشى لكازا شي مشى للرباط، كل واحد فين مشى. انا مشيت لتطوان السيميناف، فروق التدخل المتجول رقم 9 مع السي الخباز الله يرحمه، كوموندون الخباز. هادو الناس اللي كانوا قلال بكري وكانوا معروفين، هاد الناس هادو اليوم كثروا بزاف ديال المسؤولين على ما بقاو شي بعض الناس معروفين. المهم كانت حدايا واحد الجاره، هذيك الجاره كنت ساكن بوحدي، وانا كنت عزري، وكانت واحد الجاره عندها واحد الراجل كيصوب الصناعه التقليديه، راجل وطني مغربي قح كما تيقولوا الناس ديال الصناعه التقليديه، راكم تتعرفوهم وتعرفوا كلامهم الحوارات ديالهم التقشاب ديالهم وكذا وكذا. راه اللي ما عرفش هاد الناس وبغى يشوف هاد الناس غيشوفهم، راه كاينين في طنجه وكاينين في فاس، كاينين في مكناس، كاين في المدن العتيقه الناس ديال الصناعه التقليديه، حديثهم وكلامهم وضحكهم وكذا وكذا، اللي للاسف بدا تندثر هذا الشيء بشويه بشويه. كان هذا الراجل عندها قلنا كما قلنا الصناعه التقليديه، وكانت المراه مقابله الدار ديالها، ولكن كانت هي عندها واحد الخديمه تدير بعض المرات قدام الباب ديالها، تدير الطرز دوك المنادل ديال الطابله، لي سيرفيات دوك اللي تيديروا ديال الطابله، وتطرز دوك اللي ناب تطرزهم داك الطرز البلدي المعروف. تجلس تما تحت واحد الشجره عندها في بابها قدام الباب، دار قديمه. كنا ديك الساعه في باريو، وكان ديك الساعه ساكن في ديك الحومه تما، وكان ديك السيده قدام الباب ديالها، دار قديمه
باب مقوس قديم، وكان قدامها واحد الشجره ديال الليمون ديال الحمض، وحدها واحد الشجره ديال واحد العنبه، وديك العنبه مضله شويه هكا على الباب، وكانت المراه تجي تحتها تبقى ترز. ديما كنت ندوز تنسلم عليها صباح الخير، تندوز مسا الخير، صباح الخير، مسا الخير. كانوا عنده داك السيد عنده 3 د البنيات، 2 تيقراو وحده صغيره في الدار، تنعرفهم تنسلم عليهم وتندوز ديك الساعه. ديك الساعه كنت تندوز بديك الكسوه ديال السيرفيت ديال الرياضه، بعض المرات تندوز بالكسوه ديال البوليس اللي كنت تلبسو ديك التري ديال السيمي تندوز. المهم كان ديك الساعه كما قلنا كانوا البوليس شويه قلال، وكان البوليسي من تيدوز في واحد الحي ما تيدوش ما كاينش بزاف، وكان شويه تيكنوا ليه الناس الاحترام اكثر من دابا، تيحترمونا الناس اكثر من دابا، كانت عندنا واحد القيمه اكثر. وراكم تتقولوا حتى نتوما تلقاوني في الطريق تيقول الناس وبكري كانت عندكم قيمه وكانت كذا، كانوا الناس عاطينا واحد القيمه اكثر للبوليسي في ذاك الوقت. وذاك الوقت كانوا تيحترمونا الناس بزاف، تيوقروا لنا، وكان عندنا تمشيو بالكسوه تحسوا بواحد الشرف، تحسوا حاملين على كتافنا ومفتخرين بها. وكان ديك الساعه داك السيد بعض المرات داك الراجل تندوز عنده الحانوت او تندوز الحانوت وتعيط عليه اجا با خراز، اجا ولدي خراز لان كنت باقي جن، وتنجي وتنشرب مع اتاي، داك اتاي تيصابوا تما في الحانوت. وبعض المرات مرتو تنكونوا جالسين تنجي مع الربعه تجيب شي حليوات ولا شي حاجه بلدين مصوباهم، كنا تناكلهم تما، بقى يعاود لي ونعاود ليه. مره تجي بنته ديك اللي تتقرا في الثانوي، مره تجي بنته الصغيره لان عنده غير بنيات. وكانوا هاد البنيات هو تطواني في الاصل، والاب تطواني، وحنا اذا غنقولها يمكن غتجيكم ابتسامه، لا احد ينكر جمال التطوانيات، النساء التطوانيات حتى الرجال، حنا نهضروا على النساء التطوانيات. الجمال ديال المراه التطوانيه كان ينازع، كانت بحال تتحار التطوانيه مع الفاسيه مع الصفريويه. الناس يقولوا الزين الشمالي هو الزين التطواني، انت تقول لا الزين الشمالي هو الزين الفاسي، لا الزين هو الزين الصفريوي، لا الزين. كان في المغرب مدن معروفه بالجمال، من الجمال المراه، وكان هذا الراجل هذا عنده دوك البنيات زوينات ب3 زوينات تصلح عندي. كان هذاك الراجل عنده شي مشاكل تيعاودهم ليا مره بعد المرات تيولي يلاه ما عندهم وين ينضوا، ردوا تقطع البال، مشيت عندهم ما جاوش عندي تيمشيو تيحترموا لي وين ينضوا، تيجيو يصابوا ليه. السي خراس يطلب لي بعض الحويجات، شي مساعدات ماشي ماديه ولكن مساعدات اداريه. بعض المرات بغيت نصاوب البنت واحد العقد الزياد تمشي انا وياه، بغيت نصاوب المراه لاكارت تمشي انا وياه، كانوا كعلاقه وصداقه بيناتنا. كان بعض المرات هو تعطيني شي حاجه هكا هاد الصنطه، شوف هادي راه تجيك مزيانه هاد الصنطه، تعطيني شي صنطه ولا شي حاجه ديال الصناعه التقليديه. اولا شافني شي حاجه تنشوف فيها مثلا بحال هكا شي حاجه صوبات تيقول لي زوينه هذيك، تقول زوينه هذه صوبتها، تقول لي خذها. كانت العلاقه بيناتنا، وكان مسكين تيعاود لي اسرار وعاود لي حياته والتاريخ ديالو. حتى لواحد النهار ما عمر داك الراجل دق عليا لداري، ما عمر مراتو دقت عليا، ولكن داك النهار جا دق عليا. تفاجأت لما خرجت عنده، قال لي ودي راه المراه عندي بغات تهضر معاك. قلت ليه ايه. مشيت قال لي يلا معايا، مشيت دخلت لدارو. كانت اول مره دخلت لدارو، دار بلديه بحال الرياض، ولكن الرياض صغير، دوك القواص وداك الجليج وداك الشيء، دوك الدور ديال تطوان القدام وديال طنجه القدام. ودخلت عنده ولقيت مراتو في واحد الحاله ما عجباتنيش. هو يقول لي ها انت لاله عاودي ليه، يلا عاودي ليه انا غنصاوب لكم اتاي. قلت له انا ودي غير جلس دابا، هاد الحاله هادي ماشي ديال اتاي. قال لي لا اسكت نصاوب لك اتاي. مشى هو يصاوب. قالت لي شوف انت راك بحال ولدي وبحال خويا وانت جارنا وعندنا فيك واحد الثقه، وعندنا راه بغيت نعاودك شي حاجه انا مزوقه فيك، بغيت نعاودك شي حاجه وكذا كذا. قلت لها ايه شنو كاين؟ وانا قبل ما داك اللقاء كنت كونجي، قبل داك اللقاء كنت خرجت كونجي شهر ودخلت يلا شي يومين هو جا عندي. قلت له سي خلاص قلبنا عليك، قال لي انت كونجي وتسناك حتى جيتي. قلت لها ايه والو بس. وهي تعيط على بنتها الكبيره، قالت لها اجي. وديك البنت كانت داك العام غدوز الباك، داك العام غدوز، وهي تجي ديك البنت عندها، وديك البنت مضروبه في عينيها،
عندها شي ضربه في نيفها، البنت نضربها انا في هذا، شكون غي يعني في هذا البنت، شكون اللي غيضرب هذه البنت هذا الضرب هذا؟ شكون اللي غيضربها؟ بوها نعرفو ما يضربهاش داك الضرب، ما ضربهاش، شكون اللي ضربها هذا الضرب؟ لا مالها شنو وقع لها؟ قالت لي عاودي ليه، يلا عاودي ليه. بقات البنت ساكته، قالت لي قلت لك عاودي ليه مالك؟ وهي تعاود ليا، قالت لي لا، وهي تقول لها قولي ليه، وهي تقول لك مرة قالت لي السي خراس راه يومين البنت غابره عاد جات. اويلي يومين وهي غابره، بنتي راه عاد جات يومين، وديك اليومين اش درتو؟ قلبتو عليها؟ لا، كنا تنتسناوك تجي. شنو تتسناوني وانا كنت كون نجي؟ فوقاش غبرت هاد البنت؟ قالت لي بحال نقولوا الاربعاء والخميس اللي فاتوا وانا جيت نقولوا السبت. قلت لها تتسناوني انايا من نهار خديتكم نجي؟ قالت لي لا، راه عاد وقع لي هاد الواقع، راه غير الاربعاء والخميس، دابا انت جيتي اليوم السبت تنتسناوك تجي، حيت قالوا لنا غتدخل الخدمه، سولنا لك قالك راه غتدخل، علاش جينا عندك؟ قلت لها شنو؟ قالت لي كنت دايزه. قلت لها قالت لي وحدين وقفوا عليا بالطوموبيل، واحد هز واحد الورقه في يدو وقال لي اجي نسولك اختي على واحد العنوان. انا وقفت، واحد نزل من الطوموبيل من اللور هزوني دخلوني الطوموبيل اللور، زيدي وداوني سادي ليه فمي، وداوني لواحد الدار خارجه طريق، قالت لي في طريق الرباط، تطوان طريق الرباط اللي خارجه على الجبل ديال هذا في الخلا. واش داروك تما؟ خلوني مع واحد السيد تما. واش دارك هاد السيد؟ ضربني وهكا وتكرس عليا وبقى ساد عليا يومين، والبارح طلقني، جابني تا قربني هنايا وطلقني من الطوموبيل ونزلت وجيت للدار. جيتي في النهار ولا في الليل؟ قالت لي مبلاتي اللي جات طاح الليل. مشيت عند البوليس؟ لا انا علاش ما مشيت عند البوليس؟ تنتسناوك. واش هاد القضيه اللي فيها تسناوني؟ القضيه ما فيهاش تسناوني هادي، كنت نمشيو عند البوليس اصاحبي. شنو قال لي السي خراج جاب بوها مسكين حطاتها، قال لي السي خراج حنا ما تعرفوش في هادشي. ويومين والبنت غايبه، ويومين السي خراج. قلت لها الله يرحم والديك سمحي لي نهضر معاك. قالت لي جلسي لي في المرح خليني نهضر مع البنت بوحدها، انا ما تسطرش ليا القضيه ديال البنت، ضربوني طلعوني داوني يومين، انا جابوني حطوني، خليني نهضر مع البنت بوحدها. قالت لي واخا. قالت البنت شوفي الله يرضي عليك، شوف قول لي الصراحه فيك انت وشكون اللي ضربك؟ قولي لي فيك انت وشكون اللي ضربك؟ عاودي لي غير قول لي الحقيقه. قالت لي دازوني بالطوموبيل اللي قلت لك، شحال من واحد؟ 3. فين داوني عند واحد خلاوني تما وشدني تكرفس عليا. بحالاش تكرفس عليك؟ شنو تكرفس عليك؟ عاودي لنا شنو تكرفس عليك. المهم تكرفس عليا وصافي. ندوك عند الطبيب؟ لا بلا ما تدوني عند الطبيب. علاش ما ندوكش عند الطبيب؟ الطبيب يشوفك. علاش غدوني عند الطبيب؟ ندوك عند الطبيب نشوف هذا عنده شهاده طبيه. واش عرفتي هاد السيد فين كاين؟ قلت لي انا ما نعقلش حيت كانوا سادين لي عينيا. عقلتي على دوك الناس؟ لا ما نعقلش. عقلت على الطوموبيل الزرقاء. شمن نوع الطوموبيل؟ ما عرفتش من نوع، ما تعرفش انا في الطوموبيلات. صافي دير حتى حاجه، صافي دير ما عطيتينا حتى معلومات. شنو غنديرو؟ نوقفو نسكتو نقولوا الله يلقيها لهم، ولا عاودوا تلقاو ليك، ولا عاودوا تلقاو البنت اخرى وداو قتلوها كاع. يلا وتشدوا وقول لهم البنات اللي تكرفسوا عليهم، قول فلانه ويجيو عندك، وانت يلا غدوزي الباك وانت شوف حالتك كي دايره منمده مضروبه. شنو تقول لي انت هاد الهضره هادي؟ شنو تقول هاد الهضره هادي؟ خلينا من الله يحبك المعقول صافي. لا سيري في داك البيت، سيري الله يحبك. عيطت على با امك اش غديروا الشريف الله يرحم والديك؟ تشرا دخلني فيها انا شويه ديال التخربيق. البنت ما عاقله. البنت خصنا نديروا شهاده طبيه، والبنت خصنا نديوها عند البوليس صافي. قال لي ولي بان لك نديوها السي خلاص. يا نديوها. كانت عندي ديك الساعه واحد السيم كامل تعقلوا السيم كامل، كنت تيقول لك الرالي زعما دير له واحد الرويض شويه غلاظ. الشباب انا ديك الساعه ديال الطوموبيل وعندي كريدي ديال التلفزيون، ديال الطوموبيل وانا تنتخلص مارس نتخلص ما قاد لي حتى ليسانس ديال ديك الطوموبيل، كانت ليسانس ديك السيمكا
قال لي ما كانش يخلصونا مزيان، وشنو كتبوا لي السبور، يا الله قاس لا صار. المهم عندي انا واحد صاحبي تعرفو في السلطه القضائيه، محسن الله يطول عمره وراه باقي في الحياه، واخا تنتصل بيه بعض المرات تيقول لي راني عيان بغا يشد لا ريتريت تا هو. كان داك الوقت صاحبي عارف انا وياه، وكان تيجي عندنا لاصال، واخا هو كان في لابيجي تيجي نخليهم يدخل لاصال ديال السيمي تيتريني معنا وداك الشيء. مشيت عنده، تلقى عنده الساعه ما كانش لي بورطابل داك الشيء، مشيت عنده قلت له السي محسن لاباس بخير؟ قلت له اخو واحد البنت اش كاين اش كاين اش كاين؟ قال لي هي فين هما؟ قلت له ما عندي في الطوموبيل. قال لي دخلهم، دخلته كان هو انسبكتور. انا ديك الساعه ما كنتش تعرف ما بين مفتيش والضابط والصفه الضبطيه وكذا، لان حنا كنا ديك الساعه في التوني ما كناش في لابيجي. دخلت عنده بقى تيسولها قال لي السي خراز ديو البنت دير لها شهاده طبيه وجيبها لعندي. دينا البنت، بقيت غادي انا، مشيت للمستشفى العمومي، ولكن بغيت طبيبه، انا بغيت طبيبه، وخا لقينا واحد الطبيب قال لك اش عندكم كذا كذا، قلت له نعم واش ما كاينش شي طبيبه؟ قال لي لا الطبيبه غتجي حتى الربعه، تشد عليا في لي زيرجونس. قلت له واخا حتى الربعه، انا اللي خدام تنخطط لديك البنت. مشينا قلت له حتى الربعه ونديو عند الطبيبه، مع الربعه ديتها رجعنا البنت ودينا عند الطبيبه. قلت ديك الطبيبه الله يرحمها قالت لك اختي انا غنعاود لك، قلت انا ويا هذيك الطبيبه. قلت لها اختي، لان ديك الساعه كان شويه الاحترام، مشيت بالكسوه ديالي وكذا، قلت لها اختي الله يرحم والديك، هاد البنت هاد قصه كيما عاودتها لكم. قلت لها دابا هاد البنت انا بغيت جوج حوايج نعرف، هاد الضرب راه باين الضرب اللي فيها، وغتعريها باش تشوفي شي ضرب اخر ربما فيها، انا ما شفت شي، وغدير شهاده طبيه على الضرب كامل الله يكثر خيرك، ولكن بغينا نعرفوها هذا اللي داها وتكرفس عليها وكذا وكذا وكذا، واش البنت عازبه؟ هذه الحوايج الاساسيه خصنا نعرفو، هل هي عازبه او ان المعني بامر افتض بكرتها. قالت لي صافي كون هاني. شكون اللي جا معاها؟ قلت لها امها. قالت لي قول لامها تدخل. قلت لها انا نقص برا. قلت لامها دخلي، قلت لامها دخلي وسدي فمك، خلي الطبيبه تخدم. دخلت ديك الطبيبه، بقينا جالسين انا وباها، باها مسكين غير جالس ساكت، كان راجل ساكت تا هو، كان راجل ساكت. الناس ديال الصناعه التقليديه ما فيهمش هضره بزاف الا قلال، ما فيهمش هضره بزاف، لان الناس ديال الصناعه التقليديه تيكونوا يخدموا عندهم واحد العالم بوحدو، الا تيخدم النحاس تيخدم فعلا كاع ما تيهمو اللي دايز واللي غادي، تيخدموا النحاس وعايش بوحدو، اللي تيخدم شي حاجه عقادي بوحدو، اللي تيخدم هادو من الصناعه التقليديه. تا هو كان راجل ساكت ساكت، ما عنده اصدقاء، ما عنده هادي ما عنده هادي، الا اللي قراب ليه في الحرفه. كان حدايا في داك الدار السبيطار ساكت، ساكت ما عندي ما نقول ليه، انا لاحظت ما عندي ما نقول ليه، شكون نقول ليه واش بنتك واش بنتك واش بنتك، ما خنزيد عليه، هو مسكين ساكت، هاز ضربته في قلبه ساكت. واحد الوقت عيطت لي الطبيبه قالت لي الشريف اجي الله يعطيك الصحه، اجي عندها مكتب الفحص هنا وعندها واحد البيرو لهيه. قالت لامها صافي خرجوا تسناو قدام الباب. قالت لي اش تجيك هاد السيده؟ قلت لها ودي اش تجيني اش تجيني اش تجيني، فين ديتها فين ديتها؟ قالت لي البنت لست ماشي بنت. ها اذا هادو اغتصبوها وكذا؟ قالت لي لا هادشي عندها شويه قديم. شنو نقول لها؟ نقول لها ما يمكنش. لا ويلي واش متاكده؟ قالت لي هادشي عندها قديم شويه. قلت لها راه سولتها، قالت لي راه سولتها وقالت لي هادي شي 6 شهور دابا. ايياي مشكل هادي. قالت لي واش بغيتو شهاده طبيه؟ قلت لها عطينا شهاده طبيه، عطينا شهاده طبيه. ها اللي عطيتي فيها دابا غير اللي درتيه ولا عطيتي لينا وصافي. عطاتنا شهاده طبيه فيها كاع داكشي كله، خلصها الوالد ديالها وخرجنا بحالنا ومشينا لدارهم. مشينا لدارهم بقينا تنشوفو. امها سمعت الطبيبه اش قالت، امها التزمت واحد الصمت كبير، مسكينه ساقره ساكته، وباها مسكينه تيدور في عينيه بعينيه بغا ياخذ منا شي جواب منا، وتيقول لامها واش درتو دابا؟ شنو قالت الطبيبه؟ شنو درتو دابا؟ سي خلاص سكتي تنقول لها مضروبه، لقات عندها ضرب هنا وهنا وهنا وفي خدها وكذا. ايوا دابا شنو غنديروا دابا؟ وتيدور لامها تيقول لها والطبيبه قالت لك دابا شنو البنت واش غير مضروبه وصافي؟ تتقول ليه دابا خلينا الساعه قادر مكلف، ما قدينا نقولوا ليه والو، ما قدرناش نصرحوا ليه، مو عارفه وانا عارف، حنا ساكتين صافي. ايوا انا هضرت مع امك تا شوف واش دابا نوضوا نتهزموا. قالت لي يا الساعه قادر واش بنتي تضيع؟
في هذا الضرب، هذا الشيء اللي وقع ليها صافي تنهضر، وليت تنهضر انا وما بالمعنى، باش بوها ما قديش نخرج بوها نقول واش عند بنتك اش ربما من ديك الساعه صافي يولي فيه شي هذا ونوض يضربها ولا يقتلها ولا شي حاجه. انا عيطت على البنت قلت لها خلينا الله يرحم باك دابا انا نخدم شي شويه تاع بوليسيت، واخا ما كنتش ديك الساعه بحال من بعد مثلا في الشرطه القضائيه وفي البحث وكذا وكذا وعارفين اش كنا شويه واخدين مهنه وصافي. بوليسي ديال الكسوه كيما بغا نقولوا. جلست البنت قدامي قلت لها عاودي ليا قولي لي كل شيء، قولي هادشي اللي غنقولوا للبوليس، واش غتمشي حتى لا بي جي وراكي تعرفي لا بي جي في ذاك الوقت لا تعرفي شنو هي لا بي جي ولا راه يخرجوا منك كلشي، ما كاين ما تقولي قولي انا باش نعرف كي نهضر معاهم وامك تسيق الخبار، وخلينا حتى من بعد عاد نهضروا مع باك انا ما نهضروش معاه دابا، انا ما نقولوا باك والو، ما نقولوا باك والو غير هضري ليا. في ذاك الوقت حنا تنهضروا باها مرة تيمشي لذاك البيت، مرة تيمشي للكوزينة، مرة يحط لي كويز تاعي، مرة كذا. قال لي وسي خراز، قلت له نعم. حس مسكين حس بانه تنقولوا شي حاجه في غيبته. قال لي انا في المحل الله يعطيك الصحه راه عندي شي معاناه ديال الناس وشي حوايج نعطيهم ليهم. قلت له انا غنوصل عليك هو يمشي. بقيت جالس انا والام وديك البنت وجوج بنيات جالسين لهيه. كان واحد البيت بلدي، تعرف الصاله البلديه القديمه تيكون البيت طويل ولكن ما عرفت شيء صافي دير الا كانت طابله صافي واحد من هنا سداري من هنا. كاين دابا في المدن التقليديه المدن العتيقه جلستي في الصاله تتكون صافي طابله رجلك هنا ورجلك هنا، لان البيت طويل ولكن تيكون كانوا بنيات حازين لهيه تيشوف شي كتيبات ديالهم. انا بقيت نهضر مع البنت وهي تقول لي ولادك يخرجوا. قلت لي شكون؟ قالت لي خواتاتي. نهضروا دابا سير البيت الاخر. قلت لهم سير البيت الاخر، سير معاهم البيت الاخر. ناضت ما بغيت ما يجيو للبيت وانا نقول لها بقاي معاهم في البيت الله يعطيك الصحه. بغيت نخوي ديك البنت المجال باش تقول شنو تقول. شنو قالت لي هاد البنت هادي؟ شنو عاودت لي هاد البنت هادي؟ هاد البنت قالت لي واحد البنت كانت تقرا معانا وكانت صاحبتي، وباها شويه لاباس عليهم، ولما وصلنا باش غادي خدات الباك ذاك العام. هي قالت لي وانا باقي ما خديتش الباك، وبا حيدها من خدات الباك صافي دخلها للمدرسه الاسبانيه، شي مدرسه تما اسبانيا، وكانت في تطوان شي مدرسه دخلت مدرسه اسبانيه باش دير اللغه الاسبانيه وكذا وكذا وكذا. ولكن بقات معايا علاقه بها ديما. واحد النهار بقات تجي عندي شي ايام، بقات تجي عندي هي واحد بنت عندها طوموبيل. قالت لي هذه راه صاحبتي وتعرفت معها وراه معنا في المدرسه الاسبانيه وكذا. وديك البنت كبيره شويه في العمر، كبر منا ولكن ولات تسوق طوموبيل. اذا لاحظوا معايا بنت قدها في العمر شدت الباك مشات للمدرسه الاسبانيه وبقات معها لان قريبه لها في الحومه، بقات معها في اتصال. جابت لها واحد البنت تسوق سياره في ذاك الوقت في بدايه الثمانينات. بنت تسوق طوموبيل ما كانوش بزاف. جات بقات تجيبها معاها لا تكون تعرفنا وتمشيو. هذيك البنت تدينا الباتيسري، هذيك البنت عندها فلوس تخلص علينا وكذا. وقالت لي هذه راه صاحبتي وراه تقرا معايا وهذه. قالت لك واحد النهار جات وقالت لي يا ودي نمشيو لمارتين لدارنا. ديك البنت مولا الطوموبيل قالت لها التحيه ديالنا، قالت لها تمشي معنا لمارتين. داروا واحد الوقت البنت سرقات ذاك الوقت كان عندها فارغ بلا خبر امها ثقه فيها ومشات لمارتين. قالت لي عندهم فيلا في مارتين، ودخلت الفيلا في مارتين. قالت لقيت امها تما جالسه ولقيت واحد البنت قالت لي هذه راه عمتي بات اخت با، وجلسنا بقينا جالسين ودخل واحد الولد. قالت لي واحد الولد كبير قدك هكا، قدك عليا انا، قدي في ذاك الوقت، قدي في 82 81. اذا كنت انا باقي ولكن راه موظف راجل كاين شاب الا بغينا نقولوا. قالت لي قدك. دخل وبقينا تنهضروا تنضحكوا. وهذيك المراه قالت لها هذا راه ولدي وراه ولدي في اسبانيا وخدام في اسبانيا ودير البيع والشراء في اسبانيا. هذا ولدي زعما بنيتي شفناك عجبتينا والله بغاوك والديك والله تنزوجوك ليه. البنت هذه قالت لهم لا انا بغيت مازال نقرا. قالت لها تقراي في اسبانيا ودخلي ندخلك للمدرسه انا اسبانيا مع صاحبتك وهذا. قالت لي وشكون اللي ديك الساعه ما كانش تيتمنى يقرا بديك المدرسه ويمشي لاسبانيا؟
قالت لي راه كل شيء. قلت لها واخا وانا غنشوف دابا نشوف مع امي، ولكن انا باقا صغير مابغيتش يجوجوني والديا. قالت لي شتي اش غديري؟ ما تقولي لوالديك حتى حاجه، ها انت معانا وبقاي صاحبتنا وبقاي تجي عندنا، الا كتب شي حاجه غيكتبها الله، ما كتبهاش، ولكن ما تقولي لوالديك حتى حاجه باش ما تبرزتيهمش ونبداو منعوك، ما تبقايش تمشي مع صاحبتك وما تمشيش مع بنتي وتعرفي الوالدين. وقالت لك بقاو تيهضروا معاها في هذه القضيه هذه وتيهضروا معاها. قالت لك انا مشت نهضروا معاها في القضيه، انا قلت صافي راه هاد الناس راه مزيانين وكذا، ما بغيت نقول لامي والو، ما بغات تقول لها والو على ديك الهضره اللي تقالت في ديك الدار مع ديك الام، مع ديك الام اللي ديزون ومع ديك السيده بنتها اللي عندها السياره ومع ديك عمتها اللي استطاعوا يهضروا معاها بهذه الهضره وقنعوها، واستطاعوا هي بنت ما عارفه باقا ما عرفاش الدنيا اش فيها، باقا ما عرفه لا خديعه ولا خيانه ولا غدر ولا فساد ولا كذا، يقنعوها ويدخلوا لها راسها بان هذاك الولد اللي قد يتزوجها هو ولد بعد تعرف ذاك الولد دري وسيم وجميل وكذا، والبنت شغلات بهذا الشيء في راسها. وبقات ديك البنت صاحبتها اللي هي في المدرسه الاسبانيه مع علاقه بها كما كانت من قبل، غير هي ولات تقول لها انا راه واحد الولد خطبني من دارنا، انا راه واحد الدري غنمشي معاه لاسبان، انا راه كذا كذا. اي هذيك البنت بدات تتبين لها تقول لها انا راه غياخذني واحد الولد وانا راه غيدير اسبانيا وكما قالت في اسبانيا وكذا وكذا، صافي دير تتقول لها وحتى انت خصك تاخذي هذا اللي غيديك لاسبانيا، هذا اللي عرضنا عليك انت بدات تدخلها في هذا الشيء. تتقول بعض المرات كانت تجي عندك البنت تيجي معها واحد الولد تتقول لها هذا هو الولد اللي قلت لك اللي خطبني، هذا هو خطيبي، تتسلم عليه نبداو تنهضروا، بعض المرات تمشيو في الطريق، بعض المرات توصلوني للدراسه تردوني وديما تنسلم عليه تا هو تنعرفوا وليت تنعرفوا بعضياتنا. وتتقول بعض المرات تجي السيده مولا السياره بنت ديك خيتي مولا الدار تجي وتتهزها هي وديك البنت، هاد البنت صاحبة البنت وداك خطيبها تتقول خطيبها وتديو معهم هادي وتديهم تمشيو حتى لمارتين تمشيو لازلا تمشيو، ممكن تخطف داك الشيء ما بين مثلا 3 ل 5 الصباح مثلا 10 12 ونص ولا 12 كان في الوقت اللي عندها خطيفات تتقول لهم انا المراجعه انا كذا انا كذا وتدوها معاهم. من بعد قالت لك بقى تيجي داك الولد وتيهضر معاها، تجيبوا ديك البنت ولات السياره وتهضر معها تقول لها شوفي انا بغيتك جا عندي 2 مرات، تقول لها دابا نعطيني غير كلمه واحده وكملي قرايتك، واش غتزوجي بيا ولا لا؟ انا عطيني غير كلمه واحده قولي واش باغي تزوجي بيا ولا لا؟ شنو ناويه تزوجي بيا ولا لا؟ تيقول لي انا غنديك لاسبان غتقراي اللغه ديالك غتكمل اللغه الاسبانيه غتشدي هذا غدير انت كيما الاخرى كيما تخطبات حتى هي غيمشي داك السيد اللي من العائله غيديها وكذا وكذا، انا بغيت منك غير كلمه باش خليني نقضي شغالاتي ونمشي لاسبانيا وخدي هذه وهذه. قلت واحد لا صافي انا بغيت نتزوج بك صافي، انا المهم انا خص دارنا يسيقوا الخبار. تقول لها ما تقولش لدارك من دابا حتى نوجد راسي، ما تقول لامك حتى شي حاجه. بقات ساكته حتى وصل داك خينا بها، بدات يتلقى لها بالطوموبيل ديال ديك خيتي تتقول الطوموبيل اللي كانت تجيب ديك البنت ولا تيهزها معاه، وفين تيهزها تيدار طريق الرباط، طريق اللي كتكون في الاول واحد السكن خارج على تطوان ولات تدير تما، ولات هي البنت تتميل ليه، بغينا نقولوا ولات تتبغيه، والبنت باقا صغيره هو كبر منها في العمر. البنت شافت حلوا ليها البيبان ديال غتكون تبقى في اسبانيا تمشي لاسبانيا ويعرف با فقير غتعاونو وغدير كذا كذا، تشوف الاخر من تيكون شي بلاصه تيجبد هو الفلوس. هذيك صاحبتها فيما تيتلاقاو تزيد تدفع بها الامام، راه هضر مع مو راه هضر مع عائلت وعائلت ورا قبلات وقال لك بغا يدير عرس هنا وبغا يدير عرس لهيه، والبنت بقات مشدوده بداك الولد. صافي هنا وقعت لها ديفياسيون خرجت على الطريق. تيوقع بزاف البنات بزاف تكون في قرايتها وتكون في هذه وتكون في هذه، تيجي واحد غير تيدوخها شويه مشات لهذا الجهه، تبقى تفكر كما قلت لكم ديما تكون تفكر في القرايه وتكون استاذه وتكون طبيبه وتكون شي حاجه تتولي تفكر في العماريه وهزينها فاطمه يا الغزال ما فيك ما يتقال والغياطه، تبقى تفكر افكار اخرى، تتعيش في احلام اخرى، تتعيش في جنه اخرى. وهاد البنت هذا الشيء اللي وقع لها، تتقول استطاع بانه يغريها، استطاع بانه يجعلها ولات تتبغيه، استطاع بانه ولات يدير ديك الدار، وقع ما وقع بديك الدار، وقع ما وقع
ويكفيني نقول لكم وقع ما وقع، لانه هناك كما تنقول لكم ديما هناك قاصرين تيتبعوني، هناك ناس بعائلات ديالهم جالسين تيتبعوني، يكفاني نقول لكم وقع ما وقع. وقع ما وقع، ولكن ديك البنت بقات معاه، بقات تنتظر ديك الخطوبه، ولات اكثر تكتفات اكثر الموقع بها الواقع، ولات مكتفه به. واش غدير معايا؟ وشنو غدير؟ وفين هي امك؟ ولا خصني نقولها لامي؟ ولا خصني ندير هذه؟ وخصني كذا خصني كذا؟ وتتقول ما قالتهاش لامها، لان حتى امك لا ما يمكنش قلت لامها ما تكونش علمتك هذه المده كامله، هذه 6 شهور وما علمتك. قالت لي والله وليدي ما علمتني، والله ما قالت لي حاجه، والله ما قالت لي حاجه. كنت نشوف بنتي بعض المرات تجي مغيره، كانت بعض المرات بنتي ماشي هي هذيك، بعض المرات بنتي ما تبقاش جالسه، ولكن تنقول يمكن المراهقه، يمكن شي حاجه. هادشي اللي خديت انا في افكاري، وما عندي من نعاود ولدي، وانا غير بوحدي، وراجل كتعرف الراجل في الحوينيت، وانا هنا كل واحد شاد وقرو، وانا عائلتي في البلاد، انا عائلتي في الجبل ماشي هنايا، وانا كذا وانا كذا وانا كذا. واحد النهار كما تتقول هي، النهار غيكون فيه الضرب، غيكون فيه العصا. ذاك النهار دا هذاك المكان وطلب منها ما طلبه منه، فرفضت. قالت لي انا عيت من هذا الشيء، خرجتي لي على مستقبلي ودرتي لي وفعلتي لي، دابا والو انا غنقولها لامي وغادي نقول لعائلتي وغنقول لها كذا وغنقول لها كذا. حاول يسكتها، ما بغاتش تسكت، حاول يدير بها اللي بغا ما بغاتش. نوضت مع الصباط ذاك النهار وفاش ضربها وماشي غير ضربها وسد عليها تم، قال لها هنا تبقاي، وخلاها يومين، وبين بانه ماشي داك الولد اللي كانت تعرف ما تقول جاب الشراب في الليل، وعمر شافته شرب، عمر ما شافته بالكارو، جاب الشراب وجاب الكارو وبقى شادها الليل كامل. هذيك الليله الاولى والليله الثانيه، الليله الثالثه قال شوف انا غنصيفط لداركم وغتمشي لداركم، ولكن هذه السيمانه غيجيو دارنا يخطبوك، صافي. قول لهم راه هزوني وحدين ضربوني تكرسوا عليا، حقا داوني لواحد الدار، داو ليا، قول بغي دوخيهم، قول ما عرفتهمش. هو اللي وراها الحكايه اللي حكيت لكم، هو اللي قال لها قولي راه هزوك وحدين الطوموبيل، قولي راه كذا وانا صافي راه عاهدتك، راه هاد السيمانه نجيو يخطبوا، هاي غتجي امي وغتجي كذا وغتجي كذا وغتجي كذا. ولكن ديك السيمانه ما جاوش خطبوا، وديك السيمانه انا دخلت من الكونجي، وديك السيمانه حصلت البنت هي غايبه يومين، وجلست معها انا النهار الثالث جالس معها تما في الدار. هنا قلت لها شوفي نقول لك واحد القضيه، دابا اختاري ما بين امرين، هذه قلت لامها اختاري ما بين امرين، انا ما غنبقاش ساكت على باها ودير كومبين بيني وبينكم، انا خص باها نعلمو، وانا نعلمو بطريقتي، نمشي للحانوت ونجلسو ونهضر معاه، ولا نخرج انا وياه نهضر معاه باش نحطو في السكه باش عارفه شنو كاين. ولكن تخيري انا ما نقول لكم سيروا عندك العائله طلبوها، قول له اجي خطبوا بنتنا الله يرحم والديكم، ما عرفتش تمشيو عندهم، بغيت تمشيو عندهم سيروا عندهم، ولا ولدكم اش دار بنتنا، بغيتو دوزو للمخزن، هذيك الطريقه اللي مزيانه، لان الا مشيتو عندهم وهذا الشيء كاع وقع لبنتكم، غدا غتمشيو عند البوليس وانتم مالكم تتفاوضوا، سيروا كملوا التفاوض ديالكم، خصاتهم مفاوضات جايين عندنا حنا، وربما يقول لكم ما جاوتي بنتهم ما عرفتش وقع عليها وجابت تلصق في ولدنا وكذا وكذا. انا تنقول لكم اختاروا طريق المخزن، الا كان هذا السيد غيتزوج بها طريق المخزن، الا كان هذا السيد ما غيتزوجش بها كاين المخزن، اما تفاوضوا معاهم راه غيهزوكم يطلقوكم وتولوا ما هي ملونوه. قلت له واش بالك السي قال لك المخزن هذا الشيء هذاك، قلت له نهضر مع باه، قالت لي هضر مع باه انتم عرفتوا الحقيقه ديالها. مشيت عند باها وجلست معاه، قلت له ودي البنت عندها مشكل، قال لي شنو هو؟ بقيت تنحكي ليه بشويه بحال تنعطيه السيروم، لانه ما تبقاش تكب ليه كل شيء ينفجر. تنقول شوف دابا اللي عطا الله عطاو البنات كلهم هكا، راه ماشي غير هي، والبنت مسكينه صغيره ولا بلا على مخها، دابا ربما يكون غيتزوجها، نشوف ما يتزوجها بقيت تقول السي خلاص دفع القضيه للمخزن، صافي المخزن، انا بنتي ضاعت في قرايتها، انا تنقول لها عندك دير شي مشكله، انا نمشي لعند بنت قال لها يماك كذا تولي تنتحر ودير شي مشكله ولا دير هذا، عندك تخسرنا العمليه، خلينا نعرضوا على المخزن. هنا مشيت عند صاحبي محسن، تنحيي من هذا المنبر، وشوف هذه القصه هذه شحال عندها، شوف شحال من عام. وهذا محسن ربما غتجيك مفاجاه، اخي محسن في تطوان غتجيك مفاجاه، هذه الكلمه هذه وهذه الهضره هذه. انا هذيك القصه بقات عندي مدويه عندي، وكنت نقول لك محسن لما حيدت وجيت للرباط تنقول فين وصلت ديك البنت، وفين وصلت محسن ديك البنت. المهم مشيت عنده قلت له اش كاين، قال لي اخاي ديالي اجي دخل معايا عند المعلم. دخلنا هذيك الساعه نشرط لابيسي واستقبلني مزيان،
وسولني كان تيهضر معايا، قال لي غنبقى نجي نتري معاكم شويه تما وكذا وكذا. عاودت لي القصه ديال هذه المراه هذه وبنتها، قال لي جيبهم. جبتهم، جبنا الشهاده الطبيه عطاتنا الطبيبه. قال لي السي خرج تسنى عافاك عند بيرو المحسن. مشيت عند بيرو المحسن، خدنا البنت امها وباها جا معايا عند بيرو المحسن. هضرت مع محسن قلت لي برد هذا الراجل مسكين، بقى محسن تيبردو تيهضر مع داك الشي راه عادي، راه كل نهار تيجيونا 10 د البنات 12 البنات، راه بنات عائله وبنات تيثبت فيه. وانا جالس شويه عيط، شاف لابيجي المحسن، قال لي محسن غتصنت هاد البنت بنقطه. قال لي قول الخراز يدخل. دخلت عنده، كاين 10 سنين. قال لي داكشي اللي قلتي راه كاين، هاد ولد الحرام غادي نجيبوه، دابا انت غيكون هاني. لان 10 سنين انا الدخول ديالي وخرج وانا بكسوه لا بقيت شويه بيرتير بهذا. قال لي صافي كون هاني، حنا غنصنتو البنت وغنصنتو الوالده على المتابعه وحنا غنتاخدو التدابير. البنت مشات مع البوليس ديال لابيجي كما وصلني، ومشات وراتهم الدار ديال مارتي. الغريب في الامر ان هذيك المرة الدار قالت لي انا ما عنديش ولدي، انا سميتو فلان، انا عمره ما كان عندي ولدي. قالت لها فلان اللي دخل هنا وهنا ضربتها بذكرى. قالت لي ما كانش عندي ولدي، انا ما كانش عندي ولدي. استطاعوا الدراري يعرفوا بان هذيك المراه تتاجر في البشر، انها تتعرض مع بنات وتتعطيهم بنات طالبات، بنات كذا، وتجبدهم هي وديك بنتها. هذيك بنتها مولا الطوموبيل بنتها. اما الاخرى ديك اللي تقول لها هذه عمتو، هذيك ماشي عمتو، هذيك معاها في العصابه، تيدبروا على البنات وتيجيبوهم وتتاجروا فيهم. وكاين الناس اللي لاباس عليهم اغنياء تيجيو عندهم من سبته وتيجي عندهم من هنا، كان تيدخلوا واحدين من تطوان واحدين من الشمال، تيجيبوا لهم بنات المدرسه كما تيقولوا، بنات طالبات، بنات هذا. هذيك البنت صاحبتها اللي هي جرتها الجره الاولى، اللي قالت لها انا مشيت لمدرسه اسبانيه وتنقرا ودار لي شي واحد، هذيك طاحت معاهم ضحيه ولات معاهم في العصابه. هي طاحت كضحيه، هي بنت عائله فقيره، طاحت معاهم وطرا لها ما طرا لها، ولات حتى هي تتاجروا بها، ولا تقابله، ولا تاخذ واحد القدر ديال الفلوس تصيفطوها عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان، وهي ما بقات لا في المدرسه الاسبانيه ولا مربي، ولات مع هذيك وتقول ديك البنت انا تنقرا في المدرسه الاسبانيه، وداك اللي خطبني دار المدرسه الاسبانيه، ولا حتى هي مع العصابه، ولا هي تدبر مع البنات، ومشات تبغي تدبر، دبرت على هذيك صاحبتها مسكين اللي كانت بالدرب ومصاحبتها وكذا، ودبرت وجرات لديك العائله وعطاوها لذاك السيد. والبحث تعمق في هذه القضيه هذه، تعمق البحث الى ان جابوا ذاك السيد اللي ذكرت، جابوه من طنجه. وحتى العقل قال لي باه كان عنده واحد المحل ديال المجوهرات وديال الذهب، وكان معروف هذاك البرهوش، وكان تعرف هذيك خيتي هذيك الويله، تعرف معها من خلال ذاك الميدان، تعرف معها، وعرضت عليه ديك البنت، قالت لي غنجيبها لك وجابتها ليه بالمقابل. تلقى القبض على ديك المراه، تلقى القبض على ديك اللي تقول ان عمه الولد، تلقى القبض على البنت اللي داتها، تلقى القبض على بنتها مولات السياره اللي تتساهم في هذه العمليات. وديك بنتها من اسبانيا كانت هربات لاسبان وبقات روشيرجي، ومن بعد قال لي محسن، قال لها تشدات، هربات البنت لاسبان، تشدات الام والعمه، تشدات البنت الطالبه اللي كانت مع صاحبتها اللي عطات لهم كل شيء، ومشاو جابوا هذاك الخينا اللي جابوه من طنجه. هذاك اللي جا عندها تيقول دبري شي بنت دبري شي بنت تدبر، تمشي دير اللي بغا هذا. وتبين بان ديك الدار ديال هذيك اللي ساكنه بمارتي، ديال ديك النصابه الكبيره، دارها هذيك هي اللي تعطيها لشي واحد الا بغاها محتاج بها كما عطاتها الاخر تيقول لي محسن، قال لك عطاف، قال ما احنا ماشي غير انا تنجي عندها، راه كلشي تيجي عندها تقلب مع البنات، هذه المعروفه تدبر على البنات، والبنات اللي بغيتي تدبر عليهم، راه تيجيو عندها ماشي غير من هنايا، تيجيو عندها من سبته، من مارتين، من هذا، تيجيو عندها دير اللي بغات. تجار في البشر، تجار في بنات العائله بحال هذه، وهناك كثيرين وراه باقين في كاع الدول، حتى في المغرب راه باقين شي وحدين تيدوروا وسط الجامعات وبنات، وكانوا تيقراو ما بقاوش يقراو، او تدير رسم انها تتقرا وتتقرب من بنات الطالبات في الحفلات، في الاجتماعات، في الاعراس، في النوادي، في الجمعيات، في الدراسه، في كذا، بنات
تيقلبوا على البنات. انا واحد السيد قال لي واحد النهار، واحد الثانويه ما نقولش فين، هي داخليه فيها البنات تينعسوا فيها وداك الشيء وهذا والبنات اللي تينعسوا في الداخليه شكون هما هاد البنات؟ تيكونوا ما ساكنش في ديك المدينه، تيكونوا مساكن في النواحي، ودوك البنات ديال النواحي ديال الجبل العروبيه وداك الشيء اللي ما عندهمش يسكنوا تما اغلبيه تيكونوا عفيفات وبنات عائلات مسكينه جايه من مدينه لمدينه وهذا تكون ما عندهمش شيء باش يكريو الرسوم باش تيكريو فهذا. وشفت واحد المره كنا خدامين وانا ما كنتش بين هذه القضيه وكنا في السلطه القضائيه، واحد السيد كان مكلف فرقه الاخلاق هي ديال الاماكن العموميه ديال لي بار وهذا والمومسات وكذا كنتو تعرفوا اليوم الناس اللي ما تعرفوش نشرح لهم الناس مكلفين الاماكن العموميه داخلين فيهم هذا الشيء ديال العاهرات والمومسات والحانات ديال الخمر والديسكوتيك، هذه الشرطه خاصه اي قسم خاص. وكان داك السيد واحد السيد كان هو رئيس قسم خاص في هذا الشيء، وكنا خدامين معنا في واحد الحمله خدام معنا، هو يقول تنهضر انا وياه قال لي دوز حدا ديك الداخليه، لينا داخليه قال لي هذيك اللي تينعسوا فيها البنات، قلت له ايه. كنا بقينا غادي تما ويقول لي شتي يلاه كاين جوج طوموبيلات هنايا يلاه نمشيو لهم، حنا نوقفوا على الطوموبيل الاولى والطوموبيل الثانيه نزلنا كرينا شتا دير لنا وقف جالس. كان واحد الرجل كبير في العمر قدي واحد الطوموبيل فيه واحد الشاب، هو ينزل هذاك العميد وبقى تيعاير فهاديك تيقول اسمع لي يماك والله عاود توقفتي هنا وشديناك تنقلي ضربوك والاخر ساكت. وقلت هاد الناس هادو هضر معاهم بجوج حتى واحد فيهم ما قد يقول لي ماشي شغلك وانا جالس هذه بلاد المغرب هذا ونجلس فيما بغيت، عرفتهم بانهم دايرين شي حاجه انه بقى لهم بالسبان وهذا وقال حيدهم هنا وجبت لي قال لي تيتسناو هاد البنات ديال الداخليه. قلت له داك الراجل صاحبي قداش تيتسنى؟ قال لي راه كانوا الطوبيات يوقفوا هنا بزاف. قلت له واش تيديروا بهاد البنات؟ قال لي راه كاينين البنات اللي هما في الداخليه هما وتيديروا وسيطات تيبقاو يتوسطوا القواده تيبقاو يقلبوا على البنات اللي مساكن هذا وتيعطيو من انا بغاك واحد السيد بغا واش تيدبروا تا مع الفلوس وكذا وسيطات بين الطالبات، وسيطات بين طالبات جامعيات، وسيطات بين في الجمعيات، وسيطات كاينين في هذا وهذا بنات وسيطات اللي تمشي مع المسكينه النيه ديال تتعرف معها تتصاحب معها والاخرى تتقاد لها مع شي واحد تتصاوب لها مع شي واحد. كيما قلت لكم واحد النهار بنت تمشي مع بنت، شوفوا البنات بنت تمشي مع بنت، انت تمشي مع بنت عندها خليل ديالها، الناس تقول لي ما تقول صاحبه على الدراري، المهم عندها خليل ديالها، بنت عندها خليل ديالها وتمشي معها واحد البنت ما عندها لا خليل لا والو تتقرا معها ولا شي حاجه وكذا ولكن الاخرى عندها تتولي هذيك باش تصيدها تقول لها راه جا واحد صاحبه البارح وهضر فيك قال لي شكون هي ديك البنت بغيت تعرف معاك، وقلت لي لا بعد منها هذيك راه داخله سوق راسها تتبغي لا تعرفها لا والو، هي دارت لها نقطه في راسها تجي تدوز واحد السيمانه. سولت فيك هذاك البارح كان جا هو وفلان جا وجلسنا وكنت كون غير جيتي جلستي معنا وجاو وقال لي هذيك البنت واش سولتي فيها كي دايره لاباس، وقت لي بعد من البنت نهار حتى تقول لها يلاه نجلسوا معاهم غير نقشبوا معاهم فهمتي خلي نشوف واش غايقول لك. تتزر فتطيح حتى تولي دارت لها الوسيطه تولي تعرف حتى هي مع ديك خينا الاخر وكذا تكون هادو غير نقولوا غير عاديين. ناهيك عندك دير الوسيطه بالفلوس تتوسطوا بالفلوس. ها هي وحدين بغا يخدموا بنت عائله بنت مسكينه تقرا عندها صاحبتها عندها ثقه في صاحبتها، ديك صاحبتها كانت ضحيه ديال واحد المشكل ولا هي حريفيه وجروا ديك البنت وهي واقفه مسكينه باش تمشي واحد النهار الجامعه باش تقابل شي جروها وروها تا جا هذاك خينا دري وسيم جميل غادي نخطبك غادي ندير لك غنفعل لك ما تقولش لامك بلاتي ما تقولش لا حتى زرفوها تخرجوا عليها. هذوك مشاو تكوين عصابه اجراميه ووساطه وتغرير كذا هذا وبزاف ديال عدم والله ذاك الموضوع اللي داروا لهم ومشاو. انا ما عرفتش باش تحكموا دوك الناس تقدموا. ولكن ديك البنت بعض المرات بديت تنسول صاحبي محسن تقول له فين خرجت ديك البنت؟ تيقول لي اخويا تنشوفها مره دايزه واش تزوجت؟ تيقول لي يمكن اخو تزوجت ولا تلبس غير الجلابه تتبان لي غير بالجلابه وداك الشيء، والقرايه تقول لي لا ما بقاش تتقرا تتبان لي ما تتقراش لان انا دارو تدوز على طريقهم على طريق ديك البنت على دارهم. تيقول لي تنشوفها مره واتت بي الله علم تزوجت الله علم كذا الله علم كذا وما بقاتش كما كان ديك البنت ياخذ شحبات ووجهها ما بقاش هو هذاك كذا. حتى واحد الناس سمعت انا قال لي يا محسن واحد النهار تنهضروا وكنت انا ديك الساعه في تطوان وجبدنا هذا الموضوع هذا وقال لي ديك البنيه مسكينه ديك با توفى مسكينه حنوتهم بخامس زود مده
قلت له والله الا بغيت نمشي نشوف امها ونشوف، ولكن كي ما قديتش عصاحبي نوض عاوتاني نجبد لهم، نعاود نجبدو داك الماضي الخايب نجبدو. قال لي مسكينات كرفصه داك با مسكين في الاخر تكرفاص ما بقاش يعمر الحانوت، سد الحانوت يلا. ها هما مشاو للحبس، خرجوا على بنت وخرجوا على كل شيء ضيعوه. شوف انا تنقول لكم وتنقولها ديما، راه الجريمه تتعادي، راه الجريمه تتعادي. ولدي راك الا مشيتي مع واحد تيكمي وانت ما تتكميش راك تتولي تكمي، راه والله تيصيدك بشي كارو. راه مشيتي شي واحد تيدير المخدرات وانت ما تديرش المخدرات، غتمشي معاه يومين والله تيطلق بالمخدرات. انا مشيت يا بنتي، تنهضر مع البنات، انا مشيت يا بنتي مع وحده محيحه راه والله تتولي تحيحي. راكي تكوني بنت الناس وتمشي مع وحده محيحه والله تتولي تنتيا محيحه اكثر منها. علاش واحد المره هضرت ودرت في بعض المدارس، هضرت فيهم مدارس مؤسسات تعليميه، وتنقول لهم ابواب مؤسسات تعليميه راه مسرح للجريمه، الباب ديال المدرسه والباب ديال الجامعه راه من تما تتخرج المشاكل. ما تمشي لقرايتك حتى تقرب الوقت ديالك عاد سيري قرايتك، من بابكم دخلي للمدرسه ما توقفيش قدام باب المدرسه. راه غيجي ولاد تيدوروا بالبنات ما تيقراو ما والو، تيجي واحد جاب طوموبيل ديال اختو تيبقى يكسبوا عليهم، تيجي واحد جار غير كلب، واحد جاب تخوتينات اجي ركبي معايا نضربوا بك دوره. راه تما وتلقى شي بنات خفافات وتدير المكياج قبل الوقت باقا كاع ما وصل على المكياج وديرو وتخرج من غير تفوت دارهم تصابوا وتديروا قدام كاع داك النوع، تتقول لها امها تقول لها اختي، وبنتها تقول لها اختي. وتلقى هاد البنات هادو قدام تينقزوا قدام باب المدرسه واقفه غير مع الولاد، تمشي مع هادي وتمشي مع هادي، هادوك هما تتجي عند شي وحده تقول لها شتي داك الولد اللي تيوقف معايا تضحك معايا، شتي داك صاحبو راه سول فيك، قال لي هذيك البنت واش عندها شي واحد؟ قلت لي لا بعد منها. هكا تيدوزوا لهم تيدكوا لهم البرا ديال داك الشيء هذاك هكا. نتمنى من الله الرساله توصل، وهاد الحلقه تعجبكم، لان نعم كنت قلت لكم غنقول لكم واحد الحلقه مشابهه، ولكن خدانا الوقت بزاف مع هاد الحلقه، وغندير لكم في نص السيمانه الحلقه الثانيه كادو من عندي في نص السيمانه غنديرها لكم. الله يطول عمركم.